لو مرتبك نص مليون جنيه في الشهر وشغال في شركة من أحسن 5 شركات في العالم، هتسيبها وتمشي؟ الحقيقة إنك مش هتصدق يوم موظفين جوجل ممتع إزاي. مبدئيا كده فطارك وغداك وكمان العشاء ببلاش، والوجبات كلها هيلثي، فأنت مش محتاج تشيل هم الأكل خالص. جوجل كمان فيها أوض اسمها الناب رومز، ودي أوضة كاملة تقدر تقيل فيها شوية لما تتعب من الشغل، يعني أكلك وكمان نومك على الشركة. أظن مفيش بعد الكلام ده. وفي فيتنس سنتر كامل مش بس جيم، ولو مالكش في الرياضة ففي جيمنج رومز كاملة عشان لما تزهق من الشغل تروح ترفع عن نفسك شويه. ولو عايز تشم نفسك ففي جناين اندور واوت دور. مش بس كده، ده في فرح لندن كمان في ميوزك ستوديو وكمان سينما. تخيل بعد كل ده متوسط الوقت اللي بيقعده الموظف في جوجل سنه وشهر بس. تفتكر ليه؟ لما عملوا انترفيو للناس اللي كانت شغاله في جوجل اكتشفوا ان معظم المميزات دي عيوب بس متغطيه. يعني مثلا اخر وجبه بتبتدي الساعه 6، فده معناه انك محتاج تقعد للساعه 6 عشان تعرف تاكل. كمان تقدر تجيب الكلب بتاعك في الشركه، وده هيخليك تطول اكتر في الشغل. الاتوبيس اللي بياخدك من البيت للشغل فيه واي فاي ببلاش، فتفتكر الناس هتعمل ايه في الباص غير انها تشتغل؟ وضغط الشغل ده هو اللي خلى الموظفين ما يقعدوش كتير في جوجل. انتوا لو جات لكم الفرصه تروحوا تشتغلوا في جوجل؟